مساء الفل والياسمين متابعين رشا الخطيب، اخباركم ايه؟ وحشتوني. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا مامز؟ فين المامز؟ بنات 13 سنه عامله كل حاجه. 13 سنه عامله بوتوكس وفيلر. 13 سنه مش عارفه اقول ايه اللي بيحصل ده. انا في صدمه، والله انا في صدمه. 13 سنه ولابسه يعني حتى لبسها فيه مشكله كبيره. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ فين الاهالي؟ فين الام والاب؟ فين الرقابه على الولاد؟ ازاي بناتكم بينزلوا كده من البيت؟ فينك يا ماما؟ اللي بيحصل ده حقيقي. على فكره احنا بنعلم ولادنا الحريه، بس ما الحريه مش كده. احنا بنعلمهم الحريه غلط. مش دي الحريه، مش دي الحريه اللي بعلمها لبناتي. وفي الاخر اول ما تحصل الكارثه واول ما تحصل المصيبه نحط ايدنا على خدنا ونقعد نعيط ونصوت ونقول الحقونا. لا لا، احنا بندخل ولادنا مدارس اجنبيه علشان خاطر يتعلموا احسن مننا، عشان خاطر يبقى معاهم شهادات كويسه، مش عشان خاطر ياخدوا تطبع الغرب نبقى زيهم. احنا مجتمع شرقي ومحافظ. عشنا ومتنا كده وهنتربى على كده وهنفضل نربي ولادنا كده. حافظوا على بناتكم يا جماعه، حافظوا على بنات. انا مش بقول احرموهم، مش بقول عقدوهم، لا، اللبس بحدود. 13 سنه و14 سنه والله ماشيه بمايو. ايه ده؟ احنا فين؟ علموا ولادكم الحريه، بس علموهم الادب والاخلاق، وعلموهم معنى كلمه الحريه. الحريه مش ان انا اتنازل عن قيمي واخلاقي والمجتمع الشرقي اللي انا اتربيت فيه. وبعدين كل لبس وله مكانه، مفيش مشكله، كل لبس وله مكانه. لكن وكمان عندي واحده عندها 13 سنه، بوتوكس، فيلر، مكياج، مش عارفه عامله ايه ده؟ فين الامهات؟ فين الابهات؟ فين الناس دي؟ انتوا فين الرقابه؟ اصحوا ارجوكم لولادكم قبل فوات الاوان. اصحوا، ما تخلوش الموجه تاخدكم وتقولوا عادي اصل هو ده براحتهم. الحياه اتغيرت. الحياه عمرها ما هتغير القيم والاخلاق والمبادئ. الحياه عمرها ما هتغير احنا اتربينا على ايه وهنفضل متربين على ايه، وهنعيش لحد ما احنا نموت هنبقى بنفس القيم ونفس الاخلاق ونفس المبادئ. ارجوكم وعوا ولادكم. مفيش حاجه اسمها ده ولد يعمل اللي هو عاوزه. لا، الولد يتربى على ادب واخلاق ورجوله. دي تربيه الولد، مش حاجه اسمها ده ولد يعمل اللي هو عاوزه. عشان كده بيطلع فاشل ويكبر ما عندهوش كلمة ولا متحمل مسؤولية ولا يعتمد عليه. انسي انك تربي ولد على مبدأ يعمل اللي هو عاوزه. ده ولد، مبدأ فاشل. ولا ادي لابني حرية بقى زيادة وما يكونش رقيب عليه اصل هو ولد. لا طبعا. ولا بنتي، لا، اديلها الحرية عشان تتعلم. علشان تعلم ايه؟ في قيم، في اخلاق، في مبادئ، في مجتمع شرقي احنا اتنشأنا كلنا فيه وعايشين فيه. قيم ايه حرية ايه اللي انتوا قاعدين بتتكلموا عنها وتقولوا عادي اصل الدنيا اتغيرت اديلها حريتها تخرج عند اصحابها تبات عند صاحبتها. بنتك في ايدك يا ماما، منك ليها. بنتك ما تباتش بره حضنك. هي الحرية والثقافة وان انا واكون ست مودرن ابيت بنتي بره، اقول لبنتي البسي اللي انت عايزاه، امشي يا ماما بمايو في الشارع. واول ما يحصل المصيبه ده اتحرش، ده عمل ايه لبنتي، ده مش. لا، حافظي على بنتك رزقك. ما تنيميش بنتك بره بيتها. علموا ولادكم كده، علموا ولادكم وبناتكم ممنوع تنامي بره سريرك. ما عنديش حاجه اسمها تروحي تباتي عند واحده صاحبتك ولا صاحبتك تيجي تبات عندك. مفيش حاجه اسمها صاحبتي تيجي تبات عندي. تعلمي بنتك على كده. صاحبتي بره في النادي دي بالنسبه للصديقه، قابل صديقتي في النادي، اوكي، زميلتي في المدرسه بس.
لكن بنتي بايته عند صاحبتها وصاحبتها بايته عندي، وايه ده؟ ايه ده؟ ودلوقتي في بنات عادي بشوفهم يعني خارجين عادي ويتاخروا. فين اهاليكم؟ ما تعرفوش. فين الام؟ ما تعرفوش. ازاي يا جماعه ده؟ ازاي؟ حافظوا على بناتكم وولادكم. رزق ربنا، والله ربنا هيسألكم عنهم. حافظوا على ولادكم لله، دول نعمة من ربنا اداها لكم عشان تحافظوا عليهم، تعلموهم كويس وتربوهم كويس عشان يفيدوا نفسهم ويفيدوا المجتمع. احنا بنعلم ولادنا القيم والاخلاق لينا وليهم والمجتمع. امال احنا قاعدين نقول عايزين نطلع جيل جيد، جيل ينفع البلد، جيل يساعد على التنمية، جيل يكون فاهم وواعي، جيل يكون مثقف. هنطلع ازاي واحنا متساهلين بالمنظر ده؟ بس يعني التساهل له ابعاد، الحرية لها ابعاد، لكن قد حرية واتساهل للدرجة دي؟ اسيب بنتي تتأخر لنص الليل، ولا تبات عند واحدة صاحبتها، ولا تلبس اللي هي عايزاه؟ لا، ده ما ينفعش، ولا بنت ولا ولد، الاتنين ما ينفعش. علشان ما نصرخش ونعيط ونقول احنا يا ريتنا. لا، حافظوا على بناتكم. الدنيا كمان بقت صعبة، ومش كل الناس وحشة ومش كل الناس حلوة. حافظوا على الرزق اللي ربنا اداهولكم، حافظوا على عيالكم وصاحبوهم وتقربوا منهم، وعلموهم كل حاجة ليها مكانها، وكل حتى كلمة بتتقال ليها وقتها وليها مكانها اللي بتتقال فيه. علموا ولادكم القيم والمبادئ والأخلاق، وعلموهم الحرية، التعليم الصح. بحبكم قوي، وإلى اللقاء.